بيتر كراوتش، قصة حياة أطول مهاجم بتاريخ المنتخب الإنجليزي المعتزل. ولد اللاعب الإنجليزي السابق بيتر كراوتش في منطقة ماكلسفيلد بمقاطعة تشيستر بالمملكة المتحدة بتاريخ 30 يناير 1988، وقد لعب هذا المهاجم السابق رفقة عدد كبير من الأندية من أبرزها ليفربول وتوتنهام هوتسبير، كما أن هذا اللاعب الذي يبلغ طوله مترين يعتبر أطول مهاجم يمثل المنتخب الإنجليزي تاريخياً، وقد تزوج في عام 2011 من عارضة الأزياء المعروفة أبي كلانسي التي أنجبت منه طفلين. مسيرة بيتر كراوتش الاحترافية: قام نادي توتنهام هوتسبير في عام 1998 بترقية لاعبه الشاب البالغ من العمر 17 عاما إلى الفريق الأول للنادي، لكنه لم يمنحه فرصة المشاركة في أي مباراة، بل أعاره في عام 2000 لأكثر من فريق مغمور لفترات قصيرة. وفي نفس العام عاد وأعار مهاجمه الشاب لنادي كوينز بارك رينجرز الذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى إلا الإنجليزي الشامبيونشيب، فلعب ضمن صفوفه موسم وحيد شارك خلاله في 47 مباراة محرزا 12 هدف، ثم انتقل إلى نادي بورتسموث في عام 2003 ولعب ضمن صفوف الفريق موسم وحيد، كذلك شارك خلاله في 39 مباراة محرزا 20 هدف. لفت أداء هذا المهاجم الذي كان في 21 من عمره أنظار نادي أستون فيلا الذي يلعب في الدرجة الإنجليزية الممتازة البريمير ليج، فسارع إلى التعاقد معه في عام 2002، وقد استمر في صفوف الفريق حتى عام 2004 مشاركا في 43 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 6 أهداف، علما أنه أوعير في عام 2003 لفترة بسيطة إلى نادي نوريتش سيتي وشارك رفقتهم في 15 مباراة محرز 4 أهداف. انتقل بيتر كراوتش في عام 2004 إلى نادي ساوثهامبتون المشارك في البريمير ليج، وشارك رفقتهم في 33 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 16 هدف، ليرحل بعد ذلك في عام 2005 إلى نادي ليفربول ليعيش فترته الذهبية رفقة الريدز الذين استمر رفقتهم حتى عام 2800 مشاركا في 133 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 48 هدف، ثم عاد بعد ذلك في عام 2800 إلى نادي بورتسموث لموسم آخر، شارك خلاله في 49 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 16 هدف. عاد بيتر كراوتش في عام 2009 إلى ناديه الأم توتنهام هوتسبير، واستمر رفقتهم حتى عام 2011 مشاركا في 93 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 24 هدف، لينتقل في عام 2011 إلى نادي ستوك سيتي الذي قضى رفقته المدة الأطول في مسيرته، فاستمر رفقتهم حتى عام 2019 مشاركا في 162 مباراة بجميع المسابقات، محرزا 65 هدف، ليصبح من أهم رموز النادي. ختم بيتر كراوتش مسيرته الكروية رفقة نادي بيرنلي الذي انتقل إليه في الشهر الأول عام 2019، وشارك رفقتهم في 6 مباريات دون أن يحرز أي هدف. ثم أعلن هذا اللاعب الذي يبلغ من العمر 38 سنة اعتزال كرة القدم في شهر يوليو من عام 2019. مسيرة بيتر كراوتش الدولية: استدعي كراوتش إلى صفوف المنتخب الإنجليزي لأول مرة في عام 2005، واستمر رفقة منتخب الأسود الثلاثة حتى عام 2010 الذي شهد على مباراته الدولية الأخيرة، وقد شارك خلال هذه المدة في 48 مباراة دولية، أحرز خلالهم 22 هدف. ليبقى بيتر كراوتش أطول لاعب ارتدى قميص المنتخب الإنجليزي حتى الآن.